السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هشرح لكم غرزة جديدة سهلة جدا للمبتدئين والمحترفين. ممكن يستخدموها في حاجات كتيرة جدا من الكروشيه. ممكن تدخل في الشنط وفي الملابس وفي الجاكيتات والسكارفات والكوفيات. ممكن برضو يتعمل بيها بطانيات بيبي. انا دعاء محمد ودي قناة فاشي كروشيه، ويلا بينا نبتدي على طول. انا هنا مستخدمة خيط إليزا كوتون جولد ومستخدمة معاه إبرة مقاس 5. اول حاجة بنبتدي نعمل السلاسل وبنعمل العدد اللي احنا عايزينه في السلاسل. واهم حاجة واحنا بنشتغل غرزة السلسلة في الغرزة دي ان لازم غرزة السلسلة تبقى مرتاحة، ما تبقاش ضيقة. ممكن تشتغلوها بإبرة نص درجة اكبر، اهم حاجة بس ان الغرزة تبقى مرتاحة ما تبقاش ضيقة. واعملوا العدد اللي انتوا عايزينه في السلاسل. وبعد كده هنبتدي نسيب اول غرزتين سلسلة وناخد لفة على الابرة وندخل في الغرزة رقم 3، ناخد سحبة خيط، يتكون عندنا 3 لفات على الابرة، ناخد لفة كمان، ندخل في الغرزة اللي بعديها، ناخد سحبة خيط، يتكون 5 فتلات على الابرة ونقوم سحبينهم مع بعض مرة واحدة، ناخد لفة على الإبرة وندخل تاني في الغرزة اللي احنا لسه شغلينها ديت، ناخد سحبة خيط، لفة تانية على الإبرة، ندخل الغرزة اللي بعديها، ناخد سحبة خيط، يتكون 5 فتلات على الإبرة، نقوم واخدين لفة على الإبرة وسحبين الخيط ده كله من عليها. كرر تاني، لفة على الإبرة في نفس الغرزة اللي احنا اشتغلناها دلوقتي، هندخل فيها وناخد سحبة خيط، يتكون 3 فتلات، لفة تانية على الإبرة، ونقوم داخلين في الغرزة اللي بعديها وناخد سحبة خيط تانية، يتكون 5 فتلات على الإبرة، نقوم سحبينهم مع بعض مرة واحدة. هي دي كده غرزة النص عمود المزدوجة. ناخد لفة في نفس الغرزة، ناخد سحبة خيط، لفة تانية، الغرزة اللي بعديها ناخد سحبة خيط تانية، يتكون 5 حلقات على الإبرة، نسحبهم مع بعض مرة واحدة. نكرر نفس الغرزة دي لحد نهاية السطر، هتدي شكل شيك جدا وجميل جدا. وبعد ما اخلص السطر هبتدي اوريكم بنطلع السطر الجديد ازاي وبنشتغل فيه ازاي. اهم حاجة عندي زي ما قلت لكم ان السلاسل بتاعت اول البداية تبقى مرتاحة، ما تبقاش ماسكة قوي، او يبقى مقاس الابرة نص درجة ازيد، بحيث ان يبقى الشغل بتاعنا مظبوط من البداية وما يبقاش معبأ. هخلص السطر وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خلصنا كده السطر الاول، ونبتدي السطر التاني بغرزتين سلسلة 1 2، وبعدين نلف الشغل بتاعنا. وهنبتدي السطر الجديد مش هنشتغل في العين الامامية والعين الخلفية كده، تمام؟ لا، احنا هنشتغل في العين الامامية والعين الخلفية والعين التالتة بتاعت غرزة النص عمود. دي العين التالتة، بس احنا طبعا عشان لافين الشغل يعني هي من الامام كده هتبقى دي العين الامامية ودي العين الخلفية ودي العين التالتة بتاعتها. فاحنا لافين الشغل فبنشتغل بناخد العين التالتة والعين الامامية والخلفية بالطريقة دي. نبتدي بقى نوضح هنشتغل ازاي. هبتدي ادخل في اول غرزة دي وتاني غرزة دي من داخل زي ما قلنا الحلقة التالتة كمان، فابتدي اخد اللفة وفي اول غرزة هدخل كده عادي واخد سحبة خيط واخد لفة تانية، وفي تاني غرزة شايفين اهو هدخل بالطريقة دي كده واخد معايا الحلقتين التانيين واقوم خارجة، يبقى معايا 5 حلقات على الابرة، اخد لفة على الابرة واقوم مطلعوهم مع بعض مرة واحدة، اخد لفة تانية وادخل في نفس الغرزة اللي انا كنت داخلاها دلوقتي واخد سحبة خيط ولفة تانية على الابرة، ونفس الغرزة دي خلاص هسيبها. هدخل بقى في الغرزة الجديدة، هدخل من الحلقة التالتة والعين الامامية والعين الخلفية واقوم سحبة الخيط، يتكون عندي 5 فتلات
اقوم سحباهم مع بعض، واكرر تاني واعمل غرزة النص عمود المزدوجة. بدخل واخد سحبة خيط، لفة على الابرة، هنا دي العين التالتة، بدخل اخدها كده تحت الابرة، اخليها فوق الابرة قصدي، والعين الامامية والخلفية فوق الابرة، واقوم سحبة، يتكون عندي 5 فتلات، اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. ايه الهدف ان احنا بنخش تحت العين الخلفية او العين التالتة قصدي؟ الهدف ان احنا لو دخلنا على طول في العيون دي الشغل بتاعنا هيبقى واسع جدا وهتبقى النتيجة مش جميلة. فتعالوا مع بعض نشوف كده لو دخلنا على طول في العين الامامية والعين الخلفية بس. يعني انا دلوقتي هشتغل كده، وبعدين هنا في العين الامامية والعين الخلفية. بصوا بقى هيبقى فيه فرق واسع ازاي، شايفين الفرق ده؟ طبعا ده فرق غير محبوب في الشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا لما يبقى مقفول كده على بعضه هيبقى حلو، بالاضافة ان دي بتخلي ان الغرزة بتاعتنا مش متماسكة. فعشان كده احنا بندخل في ال3 عيون الامامية والخلفية والتالتة. هنكرر غرزة النص عمود المزدوجة، ودي غرزة جميلة جدا زي ما قلت لكم في عمل الشنط والبورتفيهات، وكذلك الكوفيات والسكارفات وملابس الشتوي عموما، وممكن تتعمل برضو للملابس الخريفي، هتبقى حلوة جدا وبتدي شكل جميل جدا كأنه 3D، يعني حاجة بتبقى قمة الشياكة، وغرزة سهلة حتى المبتدئين ممكن يعملوها. هكمل السطر دوت وبعد كده نشوف السطر الجديد هنعمل فيه. خلصت كده السطر وحابة اوريكم اخر غرزة هتقفل ازاي. دي الغرزة اللي قبل الاخيرة، هاخد لفة وهدخل فيها واخد سحبة الخيط، وهنا بقى دي الغرزة الاولى بتاعت السطر اللي فات. شايفين دي العين الاولى ودي العين التانية ودي العين التالتة اهي ورا. انا هاخد لفة وادخل تحت ال3 حلقات بتوعي دولت، واقوم سحبة، يتكون عندي 5 فتلات، اقوم مطلعاهم مع بعض مرة واحدة، وابتدي تاني اكرر بقى السطر رقم 2 بان انا هرتفع غرزتين سلسلة، هلف الشغل بتاعي، وهنا واضحة قوي الغرزة اللي هي بتاعت العين التالتة. هبتدي اخد لفة، وفي اول واحدة هنا بدخل في الفراغ دوت واخد سحبة خيط، وبعد كده باخد اللفة التانية وهي العين بقى التالتة واضحة اهي، وادخل تحت العين الامامية والعين الخلفية واخد سحبة، يتكون 5 فتلات، اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة، وهكذا بقى اقعد اكرر الغرزة الجميلة بتاعتنا دي لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه. يبقى احنا عندنا هنا بنكرر غرزة واحدة وهي غرزة النص عمود المزدوجة لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه او للحجم اللي احنا عايزينه في الشغل بتاعنا. وده كده بعد ما عملت مجموعة من السطور. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.